سلام لا فامي، ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم بالف خير. اليوم جيتكم تحليه تركيه من ألذ ما يكون. هذه الوصفه لما جربتوهاش اكون مناطيين. المكونات تاعها اقتصاديه، ما تديش منك بزاف وقت، سهله وناجحه 100%. المظهر تاعها بزاف شباب والقومه نحكي لكم تجي بزاف بنينه. ما مني ما يبغوش لا كريم شونتي رايحه تعجبكم هاد الوصفه. كملوا معايا الفيديو حتى الاخير، رايحه نوري لكم خطوه بخطوه كيفاش حضرت هاد الطبقه اللي ما نستغناش عليها في ميديسا. اني ديجا دايره بها تحليه اقتصاديه ولا اروع، تسيبوها في صندوق الوصفه. نحط لكم بروشينمون ان شاء الله اون تارت شوكولا بها. ما تنساوش برك الاشتراك وتفعيل الجرس باش كي نحطها تلحقكم من نوتيفيكاسيون ونفوتوا لطريقه التحضير بالتفصيل. بسم الله. نجيب اون كاسرول نفرغ فيها لتر من الحليب البارد. بالنسبه للمقادير راني توجور نكتبهم لكم في صندوق الوصف. نضيف كأس سكر عادي، سكر كريستاليزي ما يعادل 180 غرام. نجيب الصفايه تاعي نفرغ فيها 3 معالق كاكاو كبار ما يعادل 30 غرام. كاس فرينة ما يعادل 120 غرام. انا كنت ديجا وزنت المقادير من قبل. ونغربل بيان بهذه الطريقه. كي يبقاو لي هاد الحبيبات في الاخير نجيب ملعقه ونمسحهم مع الصفايه تاعي بهذه الطريقه، ما ترموهمش رايحين تنقصوا من مقادير الوصفه. ابري نجيب الفوي تاعي ونبدا نخلط لو تو حتى يتحلوا لي كامل المكونات تاعي في الحليب. فوالا بهذه الطريقه. نذكر بلي الحليب تاعنا لازم يكون بارد باش الفرينه ما دناش تكتلات بلوتا. نحط لا كاسرول تاعي فوق الفرن، نشعل عليه ونواصل عمليه التحريك باش ما يترسبوليش مقادير الوصفه في الفون تاع لا كاسرول تاعي وينحرقوا لي من تحت، ويطول الحليب تاعنا نقوب كامل باش يشباب. نواصل عمليه التحريك لبضع دقائق حتى المزيج تاعي يبدا يثقل بهذه الطريقه. فوالا كي يبدا يغلي نطفي عليه ونزيد ملعقه صغيره فاني وملعقه كبيره زبده ما يعادل 60 غرام. ونواصل عمليه التحريك حتى تندمج لي كامل الزبده تاعي في الخليط. فوالا بهذه الطريقه. فوالا لا تكستور فينال اللي نتحصل عليها. لو ليكيد تاعنا يكون بهذا القوام. هنا نجيب صينيه مقاسها يكون ابوبري 30 على 40 سنتيمتر ونرش عليها كاس ونص نواه كوكو باش نوزعها بهذه الطريقه. ونفرغ الخليط تاعي وهو سخون باش يجيكم سهل توزعوه على الاطراف. هنا جبت ملعقه باش نقلع الخليط اللي بقى لي على الاطراف تاع الكاسرول تاعي باش ما نقصوش توجور من مقادير الوصفه. فوالا ابري نجيب لا كورن تاعي ولا سباتول ولا حتى ملعقه ونبدا نوزع بهذه الطريقه. هنا الهدف تاعنا انه نوزع الخليط تاعنا بشكل متساوي، ماشي شرط السطح العلوي يكون املس باسكو هذا السطح العلوي راح يكون السطح الداخلي للقمه الباشا تاعنا. الهدف من هذه المرحله انه نوزع الخليط تاعنا بشكل متساوي بحيث الحبات كامل يجوا متساويين، ولكن السطح العلوي ماشي شرط يكون املس باسكو انا راح نزيدو طبقه من الفوق وهذه الطبقه العلويه راح تكون الطبقه الداخليه تاع لقمه الباشا تاعنا. فوالا نسيت نوزع الخليط تاعي بشكل متساوي على الجوانب. قلت لكم لا ما عندكمش كورن ولا سباتول ملعقه تفي بالغرض هنايا. وهكا نكونوا حضرنا الطبقه الاولى تاعنا. نديرها في الثلاجة تبرد لمدة 2 إلى 3 ساعات وتنجمي تخليها أكثر عادي جدا. ونجيب ان سالادية ولا ان ريسيبيون باش نطلع لا كريم شونتي تاعي. نجيب 75 غرام من لا بودر شونتي ما يعادل تقريبا 4 معالق كبار ونسي نطلعهم نصف كأس حليب بارد. تنجموا تروحوا حتى الكأس إلا ربع. وديبي ما نفروش كمية الحليب الكامل ونأكد انه الحليب بارد. سي حبيتو الشونتي تاعكم تطلع لكم بيان لازم الحليب يكون بارد. سي بوسيبل لي فوي تاعكم ثاني يكونوا باردين اي ميم لو ريسيبيون سي بوسيبل. اي ميم بور لا كريم شونتي عندي وصفه اللي تخليكم تستغناو على لا بودر شونتي نحطها لكم بروشينمون ان شاء الله في لاشين تاعي. ما تنساوش برك الاشتراك وتفعيل الجرس باش كي نحطها تلحقكم النوتيفيكاسيون. فوالا نبدا نطلع فيها. دوك بعد 4 دقائق رايحه تطلع. انا جيتي اوبليجي نقص الفيديو باش ما يجيكمش بزاف طويل. فوالا تطلع بهذه الطريقه. كي يبدا الفوي تاعكم يترسم في كريم شونتي تاعكم صافي سي بون طلعت. نضفت الكميه المتبقيه من الحليب ونعاود نطلعها بلا ميم مانيير. كي يولوا لي فوي تاعكم يترسموا في لا كريم شونتي صافي لا كريم شونتي تاعكم سي بون طلعت. تبدا متماسكه بهذه الطريقه بحيث الشكل اللي تطوهولها تبقى عليه. هنايا تعرفي بلي لا كريم شونتي تاعك طلعت. نجيب الطبقه الاولى اللي كنت حضرتها من لقمه الباشا
فوالا بعد ما بردت نسين ايطالي لا كريم شونتي تاعي كامل على هاد الطبقه الاولى. الذوق تاع لا كريم شونتي مع الذوق تاع الطبقه الاولى رايحه تعطيكم ذوق بزاف بنين، ما كنتش رايحين تدموا على هاد الوصفه. اي ميم في الحلاوه رايحه تعدل لكم الحلاوه تاع الطبقه الاولى. اي ما تخافوش لا كريم شونتي سي جاتكم قليله باسكو من بعد بلو تاع كيكم حين تدوروها رايحه تخرج لكم دو باغي دوطر. 75 غرام من لا بودر شونتي رايحه تكون جد كافيه في هذه الوصفه. نسي نوزعها بشكل متساوي كما درنا في المره الاولى. فوالا نسي نوزعها بشكل متساوي على كامل لي بار. مام هنايا ماشي شرط السطح يكون جد املس باسكو قلت لكم هاد الطبقه الخارجيه هي راح تكون الطبقه الداخليه تاع لقمه الباشا تاعنا. دونك اللي يهمنا هنا سي جوست انه نوزعوا لا كريم شونتي تاعنا بشكل متساوي. هاد لاكون راح تساعدكم بزاف في لي باتيسري تاعكم وتسهل عليكم بزاف العمليه سورتو كي تخدموا بلا كريم شونتي وتسيبوها ان بو بارتو في الاسواق. سي عندكم اي تساؤلات اخرى عن الوصفه قولوهم لي في التعليقات. اي كرويي موا ما تخافوهاش رايحه تدور لكم وما تلصق لكمش، جوست تبعوني كيفاش درتها خطوه بخطوه. فوالا هنايا كنت وزعتها كامل ونعاود نرجعها في الفريجيدير تاعي تبرد لمده ساعه الى ساعتين باش تبرد لي شويه طبقه الشونتي وتتماسك مع الطبقه الاولى. فوالا الطبقتين تاوعي بعد ما بردوا. هنا بالنسبه للناس اللي تخاف تقسمهم بشكل غير متساوي تنجمي تستعملي مسطره عادي جدا باش تجيكم سهله. قسموها اول حاجه على نصف العرض تاعها. هنا فاني لا خفتي تخرجي وحده كبيره وحده صغيره استعملي ثاني المسطره. فوالا ونكمل التقسيم تاع الصينيه تاعي كامل بهذه الطريقه. جوست هنا نذكر كي تبداو في عمليه التقسيم دو طون زون طون مسحوا الموس تاعكم باش من بعد في عمليه التقديم الحبات تاعكم يكون نظاف على الحواف. نجيب طوبسي نحط واحد الصينيه تاعي باش ما نوسخوش البلان طرافاي تاعنا وجيبي اي حاجه تساعدك انك ترفدي الحافه بهذه الطريقه. هنا ما تخافوهاش راح تدور لكم عادي جدا وسين قسمت لكم شويه سي با غاف. دوك نوريكم كيفاش تكاموفلو هذوك لي تري تاع التشققات اللي يخرجوا لكم ونبدا ندور غير بشويه. فوالا بهذه الطريقه ندور غير بشويه ونكمل كامل الحبات المتبقيين لي بهذه الطريقه. فوالا كيفاش يخرجوا لك فرانشمون يجيو بزاف بنان. اي فوالا كيفاش تخرج بزاف راقيه بزاف شابه. اي بور لو غو انا نحكي لكم تجي بزاف بنينه جربيها ما كيش رايحه تندمي عليها. قلت لكم مام الناس اللي ما تبغيش بزاف لا كريم شونتي في هذه الوصفه رايحه بزاف تعجبكم. شغل كل طبقه رايحه تسلك الطبقه اللي بعدها تعطيكم كامل هذه الطبقات يعطوكم واحد لو غو بزاف بنين. تحليه فريمون ما كيش حاجه تندمي عليها. باش يخرجوا لك بعض التشققات قلت لك سي با غاف شديري تروحي تبدي شويه من نواه كوكو اللي بقات لك في الصينيه سيدريهم على هذوك التشققات اللي خرجوا لك. اي فوالا هذه هي وصفه اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. جربوها وقولوا لي كيفاش جاتكم في التعليقات. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقكم اي فيديو جديد. تهلاو في روحتكم اي على بروشين.